تعالي معايا في الفيديو ده نعرف هل فعلا السونار بيغلط. ممكن يتقالك ولد وهو بنت، او ممكن يتقالك بنت وتطلع ولد. تعالوا نشوف القصة ايه. بداية خلينا نتفق ان السونار مش بيتوقع، يعني مش بيدي نتيجة يقول لو سلبي ولد لو ايجابي بنت. السونار ما هو الا آلة تصوير، يعني زي كاميرا مراقبة كده. رولينج اكشن. تعرض اللي بيحصل جوه، والشخص اللي قاعد في غرفة التحكم قصاد الشاشة هو اللي بيترجم الصورة دي. يقدر بقى يقول انا شايف في الأوضة دي راجل او شايف في الأوضة دي ست. اللي قاعد قصاد شاشات كاميرا المراقبة هيحكم بناء على معطيات قدامه، زي ان الشخص اللي ظاهر لي ده له بنية جسم كهيئة عضلية، شخص عريض المنكبين ده راجل. ده حد شعره طويل لابس توكة عامل ميك اب ده ست. فبنفس المنطق الدكتور اللي قاعد قصاد كاميرا المراقبة اللي بتصور رحمك هيحكم على اللي موجود جواه بناء على معطيات زي كده. تعالي ناخد فكرة بسيطة بقى، هنحكم ازاي على الجنين اللي مش لابس توكة وما عندوش عضلات وشعره مش طويل. بما ان العضلات التناسلية هي الفرق الوحيد بين الجنين ذكر او انثى، فالخطوة الوحيدة اني اوجه الكاميرا بحيث تصور الطفل ده وتعرض لي فيو يكون ظاهر فيه رجليه الاتنين، وتحديدا عظمتين الفخذ بتوع الرجل، ويكونوا مفرودين قصاد بعض. وده افضل وضع يتشاف منه النوع بأقل احتمالية اخطاء. لو شفنا مثلا علامة سلحفة فدي اعضاء ذكر، وكل الذكور بيتشافوا بنفس الشكل بالظبط. الانثى بقى عشان طول عمرنا التناكة واخدانا ولا يمكن نلبس فستان سلفة مرات اخو جارتنا لابسه زيه، مضطرين ننوع شويه في وصف الشكل اللي بندور عليه عشان نحكم ان دي بنوته. الصوره الاولانيه اني مش شايفه اي حاجه خالص، الرجلتين مفرودين ومش شايفه ما بينهم اي حاجه، فاوكي كده دي بنوته. الصوره الثانيه اني اشوف علامه زي ساندويتش، يعني اسمها في الكتب ساندويتش ساين. العلامه الثالثه انك شايف رمز يساوي equal sign. طيب حلو قوي، الموضوع واضح اهو. اللخبطه هتيجي منين بقى؟